مساء الخير وصحة فطوركم وصحة رمضانكم. قبل ما نبدا هذا الفيديو نتفاهموا على حاجة، انه القضاء المصري بزاف العقوبات تاعو مشددة وفقا للشريعة الإسلامية، يعني القاتل يقتل وعقوبة الإعدام فيه بكل سهولة، السجن المؤبد، الأعمال الشاقة 15 سنة. ولكن الجرائم اللي توقع فيه حتى واحد ما يرضحهم، حتى واحد ولاو الناس ما يخافوش. الأم تقتل ولادها على جال عاشقها، لا الراجل يغتصب بنته، الأم ترمي روحها، لا حول ولا قوة إلا بالله. على الجرائم اللي نسمعوها كل يوم في مصر، وكل وحدة مختلفة عن الأخرى تماما، تخلي راسك حابس تقعد. يعني الشيطان يقعد في كرسي يدير رجل على رجل ويصفق لهم، لأنه العقل البشري تفوق على وش ويصاري في مصر. الجريمة اللي حنحكي لكم عليها اليوم وقعت في 5 يوم من رمضان، لحمك يتشوك. الطفلة هذه واسمها فاطمة من بورسعيد، من أغرب الجرائم الغامضة اللي ممكن تقرأ عليها في حياتك، وإلى يومنا هذا ما كان حتى تفسير من الجهات الأمنية. والقضية هذه ما زالها غامضة، ولكن يقتل الروح وين تروح، ومع الأيام إن شاء الله راح يكشفوا عن قاتل فاطمة المسكينة. راح نحكي لكم هذه القصة تاع فاطمة. القصة تبدأ من فاطمة ياسر خليل، 20 سنة، راحت مع يماها تزور خطيبها لأنه دار عملية، وفي نفس الوقت يقعدوا يفطروا ويكسروا المغرب لتما ويجوزوا السهرة تاع رمضان، ومن بعد يعاودوا يولوا لدارهم. وهما أصلا من عائلة بصح، ولكن بعائلة شوية بعيدة. كما قلت لكم قعدوا كسروا المغرب والسهرة جازت ما شاء الله وعجبهم الحال، هي ويماها قاعدين سهرانين. ولما الحق الوقت باش يرجعوا لدارهم عيطت لباباها باش يجي يرجعهم للدار، ولكن باباها قال لهم أن الطوموبيل قعدت أومبان، ويا ريتو لو كان ما كلونديستا طاكسي كما يقولوا هما التوك توك وجابهم للدار وما توقعش هذه الكارثة. ولكن ربي كتب لها الفاطمة أنها تموت بهذه الطريقة البشعة مسكينة. قال لهم الطوموبيل راهي أومبان، باتوا وغدوة إن شاء الله نجي نديكم. في الدار خطيبها هذه كاين فاطمة الخطيبة، وكانت شهد بنت اختو الخطيب، ويماها وعجوزتها المستقبلية كما نقولوا. الحاجة اللي ما تعجبش في شهد انه تغير بزاف من خالها، على خالها ماشي تغير منه، تغير عليه، وعلى فاطمة تغير منها. الله أعلم وش النوع تاع الغيرة هذه، هل تغير على فاطمة لأنه راح يتزوج خالها، أو أنها تحب خالها وتغير عليه، الله أعلم والله المستعان. خليل أخ فاطمة قال أنه شاد هذيك النهار كانت التمة والغيرة والكره كانوا باينين من عينيها، وما كانش تحمل فاطمة، وشحال من مرة ضربت مع فاطمة على جل خالها. دوكا هذه الغيرة اللي على خالها ما عندها حتى تفسير، وما عندها حتى عذر، وما عندها حتى ما فهمتش. المهم من الغيرة في الليل بعد السحور فاطمة ويماها دخلوا يرقدوا، وعلى حساب كلام خليل شهد راحت نوضت فاطمة. شاهد هدية راحت تنوض فاطمة وقالت لها أروح. فاطمة كانت راقدة مع يماها في واحد الشومبرة، وقالت لها أروحي نحبطوا لتحت. فاطمة قالت لها خليني نرقد راني عيانة، سهروا حتى للسحور ما رقدتش يا ربي 2 سوايع 3 سوايع، وعد 8 تاع الصباح قالت لها أروحي نوضي نروح ندوروا في مانيش عارفه تما يسكنوا تما في الريف تاع مصر، يدوروا على 8 تاع الصباح. كنت تيماجيني والناس راقدين، يا ربي اللي يرقد 1 2 3 مع الفجر ما يأذنش بكري. قالت لها على 8 تاع الصباح تنوض في فاطمه، نوضي يا فاطمه روحي نخرجوا نحوسوا يا فاطمه نوضي. فاطمه قالت لها خليني نرقد شويه راني عيانه، ولكن شاهد قاعده تنسيستي عليها وما خلتهاش ترقد. ناضت يماها وعجوزتها هكاك على 8 ونص وخلوهم راقدين الفوقه. هنايا عينيا ولكن شاهد قاعده تسنى تنسيستي قلت لكم عليها. هنايا يماها وعجوزتها خلاو شاهد مع فاطمه الفوق، حبطوا للتحت يقصروا كما قلت لكم، خلاو شاهد وفاطمه الفوق، وعلى يمات فاطمه وعجوزتها حبطوا لتحت. شويه هكا تدخل عليهم شاهد تبكي وتعيط وتخبط في يديها، وعلى
خدها. قالوا لها وش كاين وين راهي فاطمة؟ قالت لهم فاطمة خليتها الفوق راقدة. قالوا لها إما لا وش كاين، علاش راكي تبكي وتخبطي وعلاش علاش راكي خايفة أصلا؟ قالت لهم ما كاين والو، راحت تتوضا وشدت المصحف وطلعت الفوقة. المهم تتهرب من السؤال تاع فاطمة. فاطمة حست بلي بنتها، حست بلي كاينه حاجه وراحت تحوس على بنتها فاطمه وما خلاوهاش تطلع للفوق، ويقولوا لها انه راهي راقده لبس عليها. بعد شويه تقلقت بزاف على بنتها وناضت تحوس عليها هي. لما دخلت للشومبرة اللي كانوا راقدين فيها لقات كي شغل فاطمه راقده، ولما راحت تنوضها لقات انه دايرين مسند ومغطي بالكوفيرطات كي شغل فاطمه هي اللي راقده. ماجينيو معايا المشهد. وهنا بدات تعيط وتبكي، وراحت الخطيب فاطمه محمود اللي اسمه محمود وقالت له روح حوس على بنتي. طلع الفوقه محمود دوزيام ايطاج، وكانوا ماشي دوزيام ايطاج كانوا راقدين فيه الفوق اللي زعما كانوا يوجدوا فيه دار ماشي مفينيه باش يتزوج فيه محمود وفاطمه، كانوا يبني فيه. قالت له اطلع وشوف لي بنتي. محمود طلع هنايا ويقول لها انه لقى فاطمه راقده ميته. من بعد دقيقه طلع حبط قالها فاطمه ميته. وهنا كان اصعب خبر ممكن تسمعوا اي ام على بنتها. فاطمه هنايا ماتت، وجهها ولسانها ويديها كامل منفوخين ومخنوقه بخمارها، ورجليها معمرين طين ورمل ودم، يعني كانت تلقف ولا كانت تتخبط كي كانت تقتل. ولحد هاد الساعة قاتل فاطمة يبقى مجهول، يا محمود يا شهد، ولكن عائلة فاطمة تتهم شهد ابن أخت محمود خطيب فاطمة، خاصة أنه محمود نحاو شبهات عليه وقالوا أنه محمود كان يحب فاطمة وكان دايما يعاملها معاملة مليحة ويجيب لها غير الحاجة العزيزة واللي حبتها هي. في رأيكم الغيرة تقدر تلحق بالإنسان يدير وهذا الشيء كامل على جال الغيرة؟ وإذا ماشي شهد اللي قتلت فاطمة، شكون اللي قتلها؟ زعما خليل؟ الشكوك تانيت رجعت للخليل. نقول لكم علاش، لأنه الدم اللي لقاوه في رجلين تاع فاطمة ماشي حاجة، كاينة حاجة. المهم هذاك الدم اللي لقاوه في رجليها دليل على أنه كاين اعتداء ورجليها، ومستحيل طفلة تانيت تروح تقتل وحدة وتقدر لها وتخنقها بهذيك الدرجة. أنا نقول على حساب اسمه شهد استدرجتها وخرجتها، وخليل ممكن محمود قتلها، الله أعلى وأعلم. المهم السلطات المصرية من أكفأ السلطات الشرطة منا للفوق إن شاء الله. راح نعمل لكم الفيديو ويتكشف قاتل فاطمة الله يرحمها. عندها غير 3 شهور ملي راهي مخطوبة، وعلى العام الجاي زعما راهي تروح عروسة، ولأنه محمود الثالث كبير عليها ب14 سنة كاملة. وحاجة الغريبة في هذا الموضوع كامل كيفاش شهد تغير على خالها من الخطيبة ديالو. نوع هاد الغيرة اللي راهي دخلت لها في راسها وشنو من نوع هاد الغيرة؟ المهم ما نسبقوش الأحداث، التفاصيل راح تكشفها السلطات المصرية وإن شاء الله راح نوافيكم بكل هاد التفاصيل.